الحلقة 29 من مسلسل المداح الجزء الخامس كانت مليانة أحداث تقلب الموازين وتهيأنا للنهاية المنتظرة. الحلقة اتعرضت على التلفزيون وشهدت تطورات نارية بين عالم الخير وعالم الشر اللي بيحاول صابر المداح إنه يواجهه بكل قوته. في البداية حصلت مفاجأة تقلب الحسابات كلها لما ست الحسن اللي كانت معتمدة على سيفها السحري في مواجهة المداح اتفاجئت بسرقته. السيف ده كان أقوى سلاح في إيديها وكانت بتحضر نفسها لمواجهة المداح بيه، لكن لما اتسرق اتضايقت بشدة وواجهت السيد كامل اللي هو أحمد بدير وعاتبته لأنه ما قدرش يحافظ عليه. كان واضح جدا إن فقدان السيف هيأثر بشكل كبير على موقفها في الصراع اللي داخل على مرحلة الحسم. وفي الناحية التانية حصلت مواجهة بين الشيطانة نائلة وعماد الجني المؤمن اللي لعب دوره تامر شلتوت. عماد طلب منها تفكر كويس في كلامه، هل هتفضل مع الشر ولا ممكن تختار طريق الخير؟ وهنا ولأول مرة نائلة تأثرت جدا، دموعها كانت قريبة وقررت إنها تخرج من معسكر إبليس وتبقى مع الخير وتؤمن بالله. اللحظة دي كانت قوية جدا لأنها بتعني إن واحدة من أهم جنود إبليس قررت تسيبه وتنضم لصف المداح. لكن مش بس كده، نائلة مش بس اقتنعت لكنها كمان وعدت إنها هتصلح كل السحر والأعمال الشريرة اللي عملتها قبل كده. وده تطور خطير جدا لأن معسكر الشر بيخسر واحد من أهم عناصره. وعماد ما اكتفاش بكده لكنه راح لصابر المداح وطلب منه يحمي كل اللي حواليه لأن الحرب لسه ما خلصتش ولسه في مواجهة أخيرة هي اللي هتحسم كل حاجة. وفي مشهد مفاجئ صابر المداح اكتشف خريطة سحرية، والخريطة دي كانت المفتاح اللي هيوصله للصولجان الأسطوري، السلاح اللي المفروض إنه هيقدر يقضي على كل بنات إبليس والملك الأحمر. وده معناه إن المعركة النهائية قربت جدا وكل الأطراف بتستعد ليها. المداح مع الشيخ خضر من ناحية وقوة الشر من الناحية التانية اللي أكيد مش هتسكت وهتحاول تمنع المداح من الوصول للصولجان بأي طريقة. المثير بقى إن الحلقة دي خلت الجمهور في حالة ترقب غير طبيعية لأن الأحداث دخلت في مرحلة نار وكل شخصية دلوقتي بقت على المحك وبتسأل، تفتكروا صابر المداح هيقدر يستخدم الصولجان في الوقت المناسب ولا الملك الأحمر عنده خطة تانية هيقلب بيها الموازين؟ وكمان إيه اللي هيحصل لست الحسن بعد ما خسرت سلاحها الوحيد؟ كل الأسئلة دي هتفضل في دماغ الجمهور لحد ما نشوف الحلقة الأخيرة واللي واضح إنها هتكون مشوقة ومثيرة.